اهلا بحضراتكم من جديد في استوديو نايل سينما، استوديو مهرجان القاهره السينمائي الدولي. وبنبدا على طول دلوقتي مع يوميا كده بنلتقي مع احد المسؤولين عن المهرجان عشان يدينا كده ملخص على اليوم مش ازاي. والنهارده ما يشرفنا يكون معانا المدير التنفيذي الاستاذ احمد عاطف. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يخليك. تمام الحمد لله. استاذ احمد، احنا مش هنعتبر حضرتك ضيف، احنا هنعتبر ان انت حد من الكرو، بما ان حضرتك حد من او واحد من احد الجنود اللي يمكن تعبوا بذلوا مجهود كبير جدا عشان المهرجان ده يقام. فخلينا نتكلم في قعده كده في استوديو تحليلي وندردش مع حضرتك. تمام، تحت امرك. انا عايز يعني ابتدي مع حضرتك باول سؤال. يمكن الفيلم السوري العاشق، يمكن كان فيه لغط وكلام كتير على فيلم السوري العاشق، وكان في بعض النقاد وجهوا نقد لاذع جدا عن مشاركه هذا الفيلم، وهذا الفيلم من النظام السابق او من النظام الحالي لنظام الاسد الحاكم، والاف من السوريين بيموتوا والكلام ده، وفوجئنا ببعد او استبعاد الفيلم عن المهرجان. الحقيقه انا عايز اسال حضرتك، هل علاقه الفن والسياسه او الفن والسياسه الى اي مدى بتختلط والى اي مدى بتنفصل؟ هو الفن لا يستطيع ان ينفصل عن السياسه او الثقافه او اي شيء حواليه. طبعا الفن والسياسه مرتبطين جدا وبالذات لما بتتكلم في مهرجان دولي هدفه التواصل بين الدول والتواصل ويعني التبادل الثقافي واستقبال ضيوف اجانب، ويعني اعلاء اسم مصر في محفل كبير ومهرجان زي ده. وبالتالي انه ما تقدرش تغفل الاعتبارات السياسيه بدون ان تدخل السياسه في المهرجان. يعني بمعنى ايه؟ ان انت النهارده ما تقدرش مثلا تبني اختياراتك على تفضيلات سياسيه، لان انت الفن المفروض ان هو متجاوز السياسه ومتجاوز اي اعتبارات اخرى يعني. لكن ما تقدرش مثلا ان انت تتعامل مع بلد بتقتل شعبها يعني، او مع نظام بيقتل شعبه. فهنا بيبقى في موقفك الانساني قبل موقفك السياسي. كان السينما بتروج للقيم الانسانيه يعني، واذا كان الهدف من ان احنا يعني من صنع الافلام هو ان ينظر الانسان بشكل متعمق في عالمه، في حياته، في علاقته بالاخرين وعلاقته بنفسه. طب ازاي انت ممكن تقدم فيلم انتاج مؤسسه، المؤسسه دي تابعه للنظام، نظام بيقتل شعبه وادانه، يعني كل الناس ادانت النظام ده، كل بلاد العالم يعني، حتى جامعه الدول العربيه اعترفت بالائتلاف قوى المعارضه الوطنيه السوريه واعتبرته يعني هو الممثل الوحيد للشعب السوري. تقدرش انت في الظروف دي يعني تخالف ضميرك ولا تخالف الإجماع الإنساني العالمي، مش السياسة هنا. وبالتالي كان من هنا الموقف، واعتقد انه القرار الصح بسحب فيلم العاشق، لانه انتاج المؤسسه العامه للسينما في سوريا اللي هي احد يعني مؤسسات الكبرى للنظام الحاكم. بس وايضا هل بس لان هو انتاج المؤسسه، ولا ايضا كان مثلا موضوعه بيحتوي اي يعني تدعيم او دعايه بما انه هو من انتاج المؤسسه بس، ولا مجرد هو الانتاج؟ لا، هو مش موضوعه الحقيقه، لكن هو موقف مخرجه، الفكره نفسها. لا، هو موقف مخرجه كمان، موقف مخرجه كمان. بمعنى انه في بيان اتعمل بعد انطلاق الثوره السوريه بشهرين. الثوره السوريه انطلقت في منتصف مارس 2011، يعني بعد الثوره، بعد يعني بعد انتهاء ثورتنا بحوالي شهر بالظبط كده. بالظبط. وبالتالي انه البيان ده بيخون السينمائيين السوريين اللي وقفوا ضد نظام بشار واللي هربوا بره سوريا، وبيعتبرهم خونة وبيعتبرهم عملاء وبيسيء ليهم. ده كتبوا بيان في مجموعة من السينمائيين في الداخل، ومنهم المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، مخرج فيلم العاشق. ومن مايو 2011 لغاية نوفمبر 28 نوفمبر 2012 لم يخرج بيانا بديلا او توضيحا. فاعتبر ان هو موقفه ثابت لتخوين زملائه واصدقائه وابناء بلده اللي وقفوا موقف ضد الطغيان يعني. وبالتالي كان قرار المهرجان، ازاي انت بتعرض فيلم المخرج بيخون زملائه اللي هم بيدافعوا عن قيم الحريه، وكمان بتعرض فيلم من انتاج مؤسسه جزء من نظام فاشي ودموي وعنيف يعني. طب استاذ احمد، يمكن في النقطه دي احب اسال سؤال عن مصر. يعني حضرتك اتكلمت عن مخرج الفيلم اللي هو ليه موقف معين سياسي تابع للنظام الحاكم. لو جينا طبقنا الموضوع ده عن مصر وشفنا احد الفنانين اللي كانوا ضد الثوره، او بدا يعني احنا بنقول الفن يعني مش بقى فيه خلط بين الفن والسياسه، ولكن حصل تصنيف القائمه السوداء والقائمه البيضاء والناس اللي مع والناس اللي ضد. فهل ممكن مره من المرات ان في فنان
مصري كان ليه موقف ضد الثوره تماما وبشده، ويمكن كتير الاعلام وضح ده، وكان بمنتهى الشفافيه اللي في اول بدايه الثوره في ناس ضربت وطاحت في الثوار وفي الثوره والكلام ده. هل يبقى في ممكن موقف معادي في احد المهرجانات اللي نقول لا هذا الفنان او هذا المخرج كان ليه موقف ضد ثوره 25 يناير فبالتالي هنستبعد فيلمه؟ لا، ما اعتقدش ان هو نفس الموضوع. لسبب بسيط قوي، انه اولا الناس هي كانت تكفلت. في فرق ان انت مهرجان اداره ليها موقف انساني وموقف حتى سياسي بتدافع عنه، وفي فرق ان انت في حاله حراك سياسي في مصر لازم تحترم الآراء دي، حتى لو الآراء اللي هي المنتقدة يعني أحيانا، حتى لو كانت بمعنى أنه مين اللي أسقط مبارك؟ هو الشعب المصري. تقدر تقول مثلا أنه في فصيل معين أو في جزء معين، لا، التحرير لكل الناس معروف انه كان في كل الطائف، وبالتالي اللي عمل القوائم السوداء لا هو نقابه المهن السينمائيه ولا مجموعه من الفنانين عملوها على زمايلهم، ولا مجموعه من الاعلاميين عملوها على الفنانين، لكن اللي عملها جروبات دي عملها على الفيسبوك ناس عاديه، شباب وكبار، يعتبروا زي معجبين او زي ما متابعين الفن، متابعين او معجبين او عندهم موقف، وبالتالي هنا الناس هي اللي خدت موقف. انت بقى ما تقدرش تحاسبه على موقفه السياسي، لانه موقفه السياسي ده صحيح كان فيه دعم، يعني اقصد كان فيه قتل للمتظاهرين والقضيه لغايه دلوقتي، بس مختلف عليه هل الكلام اللي قاله ده يعني ساعد على قتل المتظاهرين ولا يصب في خانه الراي. لكن في سوريا القتل مستمر والموقف واضح، ما تقدرش تقارن بين الاثنين، رغم ان انا واحد من الناس اللي كنت عندي موقف يعني واضح ضد الفنانين اللي كانوا ضد الثوره المصريه يعني، بس مش اللي اتقال انهم ضد، اللي طلعوا بالفعل وانتقدوا وقالوا يعني. وفي منهم موقف واضح ما تلونوش ولازم موقفي كأحمد عاطف، مش الشخصي المخرج او الانسان، مش كالمدير التنفيذي طبعا. ما اقدرش افرض رايي على فريق عمل له سياسه وعلى له منطق معين، مجرد بيتقال في المكتب التنفيذي للمهرجان اراء، وفي تصويت، وفي رئيس مهرجان دكتور عزت، وفي يعني في لجنه كامله، وفي مجموعه كامله هي المسؤوله عن هذا الناس ليها احترامها جوه المكتب التنفيذي، يعني في احترام للاراء يعني، واحترام للاغلبيه وكده اكيد. الا اذا لقيت انه في قرار اتاخد ضد قناعاتي الفكريه، في الحاله دي مثلا ممكن تاخد موقف ازاي؟ بس ده ما حصلش الحمد لله يعني. بس ممكن يتدخل الحاجات الشخصيه داخل المنظومه؟ لا احنا بنحاول ما ندخلش اي حاجه شخصيه يعني بالفعل، يعني بالفعل في ناس مثلا في ناس هاجموا الاداره الحاليه او ان وزاره الثقافه تنظم مهرجان القاهرة السينمائي، وموجودين مثلا جوه المهرجان بقوة يعني، ما تمش محاسبتهم على موقفهم ده بالظبط، ولانه ده عادي يعني، ده باعتبار انه ده ما هو احنا ده الدرس اللي احنا النهارده ومن كام يوم ومن كام شهر فيه، اللي هو هل احنا بنحترم الاختلاف؟ هو الحضارة الإنسانية كلها كانت مشكلتها لما تقعد تبص مثلا على كل تاريخ البشرية، في ناس مختلفين عن بعض في الآراء، في ناس قمعوا بعض وقتلوا بعض وذبحوا بعض، وفي ناس عندها اختلاف من هنا للمريخ وقبلوا الاختلاف رغم ان هو، وده اللي احنا لازم اختلاف جذري ممكن يكون حتى في بعض الاحيان، لكن متعايشين مع بعض كويس، الا اذا الاختلاف ده اللي مختلف معاك منعك من ممارسه حقوقك الطبيعيه ومنعك من ممارسه الحياه، فهو هنا مش بيختلف، هو بيمارس ارهاب ضدك باسم الاختلاف او باسم اي شيء. هو يعني اما تقعد تقرا، انا نشرت دراسه في الاهرام قبل كده عن مواد الثقافة والفنون في دساتير العالم، فهتلاقي قيمة الحرية، هو ربنا لو عايز البشر مأمورين بأشياء معينة كان خلقهم يعني مأمورين، ما كانش خيارهم، لكن هو بالظبط هو ربنا اتكلم في القرآن على المنافقين وما اداش أي رخصة لأي حد انه يبطش بحد، وعشان كده في ايات زي وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني ثقافه الاختلاف، يعني احنا في حاجه لثقافه الاختلاف، يبقى عندنا احنا عندنا مشكله في عالم عربي لما اما مثلا ممكن تكتب كلمه على حد في الجورنال يقول لك انت شتمتني، ما يقولكش انت قلت راي يعني، او انت نقدتني مثلا، رغم ان كلمه نقد، حتى كلمه نقدتني المفروض انه انت بتنقد حد مش معناه انك بتنتقده.
ممكن يبقى كبير. نقد ايجابي. صحيح. بس ما عندناش، احنا ما تربناش، لانه مصر ليها تاريخ على انه الحاكم كان له مكانه معينه، كان لغايه قريب خليفه المسلمين في الارض يعني. طيب خلينا نرجع بقى تاني للمهرجان، وزي ما بيقولوا كده العمليه اللي داخل المهرجان وداخل اروقه المهرجان. خلينا نقول ان دكتور محمد صبري عرا وزير الثقافه صرح وقال ان بدءا من العام القادم هيكون بيبعث برسائل وبوفود من الشباب ان هم يطلعوا بره علشان خاطر يستفيدوا من تنظيم الخبرات والمسابقات العالميه والمهرجانات العالميه، بحيث ان هم يرجعوا تاني لمهرجان القاهره ويدوا ده. عندك تفاصيل عن ده يا فندم، ورايك في ده بشكل عام ايه؟ طبعا انا مع التعليم، لان انا من الناس اللي اجتهدت ورحت سافرت، خدت كورسات في امريكا وفرنسا واسبانيا، وبعدين درست في درجه الماجستير في هوليوود. يعني انا مع فكره التعلم الدائم. والعالم دلوقتي فيه كورسات بتبتدي من اول اسبوعين لغايه اي عدد من سنتين 3 سنين، مظبوط. وبالتالي اللي مش العالم بيتطور في كل المهن، والتطور مش معناه تطور تكنولوجي لكن تطور في الحرف وطريقه النظر للامور. يعني اذا الناس مش هتاخد على عاتقها انها تتعلم تعلم مستمر، تعتبر نفسها خارج اي منظومه للتنافس الشريف وللنجاح. وبالذات لما بتسافر مش بس بتتعلم، لكن من العلم المباشر، لكن كمان بتتفاعل. لان انا مع التعلم التفاعلي، بما ان انا بدرس يعني في الدوحه وفي ابو ظبي وهنا في بعض الوقت يعني. فوجهة نظري عن التعليم هي فكرة أن يحيي بداخلك طاقات ويخرج أشياء لا تعرفها عن نفسك. المدرس مش وظيفته يديك معلومات، ممكن تخش على تقراها وخلاص. بالظبط. عشان كده أنا كنت يعني سعيد جدا أن أنا كنت وراء اقتراح موضوعات الورش التعليمية اللي موجودة في المهرجان وبدأت بالفعل النهارده. ويعني لو انتوا النهارده بتسالوا، يمكن اهم شيء النهارده ورشه الكاميرات الرقميه وامكانياتها الابداعيه. وانا ليا الشرف ان انا اقترحت عناوين الورش دي، وجي الدكتور سمير فرج طبعا بخبرته كمدير تصوير ورئيس جهاز السينما، هو بقى مشرف عليها ووضع لمساته وكده. وبكره في ورشه مهمه جدا بدعوا يعني كويس الحمد لله انه ده يعني قناه نايل سينما، قناه يعني قناه المهرجان ومحبوبه جدا ويعني ناجحه. الناس بتتفرج عليها. فبنقول لكل مكيرات مصر ان بكره الساعه 2 الظهر في فندق سوفيتيل ندوه عن المكياج والمؤثرات الخاصه. احنا عندنا مشكله، احد مشاكل اللي في مصر هي المكياج عموما. نشوف المسلسلات والبرامج المكياج وحش جدا، وبنفرط الحقيقه في انه الناس بتطلع شكلها وحش قوي على الشاشه وقبيح، متصورين انه ده شيء عادي. يعني احنا بنروج للقبح، فاحنا جايبين 5 خبراء عالميين يدرسوا للمكيرات محترفين ازاي يتعمل المكياج، حتى التجميل ومكياج العجز ومكياج الجروح. احمد، دي دعوه لكل الناس اللي مهتمين بمجال الميك اب او المكياج، من محترفين لهواه. دعوة ليهم كلهم، ودعوة لكل الفنانين في المهن المختلفة، ودعوة لكل الإعلاميين. وأنت النهاردة كمذيع، مش أنت عايز تعرف إيه الصح اللي يتحط على وشك؟ صح. إيه المادة الصح وإيه الشيدز الصح؟ وده مش معناها ان احنا بنجمل معناها. ولا ايه يا استاذ احمد؟ يعني مش يعني ممكن ناس تانية مهتمه، بس فعلا يعني دي عايزين كمذيع، يعني كمذيع كعامل قدام في كاميرا اعلامي يعني. يعني اقصد انه ده شيء مهم ولا بد من عدم الاستهانه بيه. مكانه فين يا استاذ احمد تاني؟ في فندق سوفيتيل الساعه 2 ظهرا، دعوه عامه. ودي ده على فكره دي ورشه مهمه لو تعلمون. يلا 5 من خبراء العالميين في مجال المكياج الساعه 2 الظهر في فندق سوفيتيل. كل الناس المحترفين والناس الهواة ما ينسوش الميعاد ده. طيب بحب اسال حضرتك تاني على مدى يعني قابليه المهرجان للشباب، الى مدى احتياج الشباب والى مدى احتياج الخبرات. يعني شريف يمكن كان قال خبر وحضرتك علقت عليه ان في دعوه للسفر والتعليم بالخارج، ويعرفوا ازاي ينظموا المهرجانات. واداره المهرجان دي من الحاجات اللي تبدا تغير شكل المهرجان على المستوى العالمي. الى اي مدى المهرجان بيحتاج شباب دلوقتي في الظروف او من وجهه جديده او من النظره الجديده اللي احنا محتاجينها، بان احنا بندعو للتغيير. فاحنا عايزين ندعو تغيير في كل النظم وكل المؤسسات بتاعتنا، وحتى طرق التفكير، مش مجرد تغيير ان انا بشيل واحد واحط واحد. فلأي مدى المهرجان ده بيحتاج لشباب العالم دائما يحتاج لمزيج من الخبرة والحيوية. الحيوية ليست فقط حيوية الجسد،
لكن حيويه الافكار. هناك شحنات وهناك يعني طاقه بتخرج من الناس في سنوات شبابها مختلفه عن الرصانه والخبره اللي بتخرج من الناس وفي سن العمل العام. واي عمل حتى لو خاص محتاج المزيج ده من الخبره. وانا بسعد انه انا يعني السنه دي يعني اصغر اعضاء اداره المهرجان يعني واستفدت جدا من خبرات يعني الكبار المهرجان، دكتور عزت ابو عوف ومدام سهير عبد القادر واستاذه خيريه البشلاوي واستاذه نعمه الله حسين ومدام مريان خوري طبعا. وايضا عندي خبراتي الشخصيه كواحد سافر المهرجانات ودرس بالخارج وشفت برضه وعنده تراكم خبرات سواء في الاخراج او في النقد او في تنظيم الفعاليات الثقافيه. ما كنتش اقدر ابقى موجود في هذا المكان لولا تراكم ضخم جدا من الخبرات ومعرفه بكل تفاصيل العمل المهرجان. انتوا شايفين المهرجان يبدو هادئ لكن اكيد انتوا شايفين العجله دايره طبعا والمواعيد في مواعيدها وكل حاجه. بمعنى انه لما تبص لعدد الندوات العامه وعدد الندوات الخاصه، الفريق الخمسه اللي قلتهم لك اللي هم مديرين المهرجان، اللجنه التنفيذيه الكبرى دي، هم يعني وراء كل ده. ويعني الحمد لله انه اعطوني الفرصه كمدير تنفيذي ان انا ابقى في حاله دوران تام لتنسيق ده والمتابعه ده يعني، وده شرف كبير ليا. عشان كده يعني انا يعني سياده وزير الثقافه لما كلفني بده قلت له ده شرف كبير وانا اقبله كعمل تطوعي كمان. يعني مش عايز عليه اي حاجه. بنحييك عليه اكيد. طيب اتفضل. لا اعتقد انه احنا محتاجين كمان لو احنا بنتكلم على حبنا لبلدنا او على اننا عايزين ندي في العمل العام لازم ندي امثله حقيقيه. صحيح. يعني لازم ندي، ما نبقاش بس كلام، وكمان يبقى عندنا استعداد للمحاسبه. لكن استكمالا للسؤال، طبعا لو في سياده وزير الثقافه قال لي انا شخصيا الكلام ده في حوار للاهرام من اكتر من 3 شهور او كده، واعتقد ان هو سياده وزير الثقافه جاد في ده، وهيبقى فرصه انه طبعا لو واحد راح مهرجان محتاج يروح يعني مهرجانات كثيره ويقعد عشان كل تجربه مختلفه. طبعا مش بمعنى الشباب اللي لو تم ارسالهم ان شاء الله لازم يبقى يكتسبوا خبرات على مدى سنوات زي ما احنا اكتسبنا. يعني ساعه لما كنت في معهد السينما من 20 سنه وانا بكتسب الخبرات دي يعني. طيب النهارده هو اليوم الثالث لفعاليات المهرجانات والرابع بعد الافتتاح طبعا. المتابعين للمهرجان وايضا جمهور نايل سينما اكيد يحب يعرف كده حاجه تحب توجهها لهم، او مثلا اهم زي ما انت قلت مثلا ان النهارده كانت اهم حاجه او من اهم الفعاليات هو ندوه التصوير الرقمي والكاميرات الرقميه، وكانت حاجه مهمه جدا، او ورشه الندوات مكاتب التصوير الرقميه. غير كده ايه تاني كان مهم حصل النهارده، وايه الرساله اللي تحب توجهها للجمهور للايام اللي جايه؟ النهارده يعني يوم من الايام الجميله والهادئه، لكن كان في فيلم تاكسي بلد اللبناني، وكان في كاسر الصمت الفنزويلي، وكان في مجموعه رائعه من الافلام. لكن يعني خلينا بقى نبص لبكره عشان ندعو الناس تيجي. بكره في اول فيلم اخراج شوقي المجري، المخرج التونسي، مخرج الفيديو التونسي الكبير، واللي هو اخرج اسمهان واخرج مسلسلات عديده طبعا، يعني مسلسل نابليون والمحروسه في اخر طبعا. تمام. وهو اول مره بيشارك كمخرج سينمائي بفيلم في المسابقه الدوليه وفي المسابقه العربيه. عفوا. وبكره ان شاء الله الساعه 10 الصبح في المسرح الكبير في الاوبرا هيتعرض الفيلم دوت ان شاء الله. وايضا هناك ملتقى القاهره السينمائي، ده اللي بينظمه المهرجان كمسابقه فيها 20 سيناريو واعد، هيبتدي كمان يومين. كايرو كونكشن، كايرو فيلم كونكشن. وهيبقى في مجموعه ضخمه من اهم صناع السينما في العالم، مدير قسم شهر نص المخرجين في كان، ومدير قسم الفورم في مهرجان برلين، حاجه يعني اسماء دوليه جدا من ال 300 ضيف اللي عزمهم المهرجان. ولازم السينمائيين بدعوهم يجوا يتواصلوا مع الضيوف دول ويكلموهم ويحاولوا يعرفوا منهم ويجوا يحضروا الكايرو فيلم كونكشن. استاذ احمد، يمكن عايز معلش بدون قطع كلام حضرتك، ولكن بنتكلم عن الفعاليات. يعني يمكن احنا هنا من مكاننا من دار الاوبرا امتار لميدان التحرير. عايز اعرف مدى تاثير الاحداث اللي بتحصل على متابعه الجمهور الفعاليات، على اقبال الجمهور، على اقبال حتى النقاد والفنانين لمتابعه الافلام اللي موجوده يوميا والفعاليات اللي بتقيمها المهرجان. تاثيرها قد ايه؟
هقول لحضرتك، انا بعتبر طبعا اولا في ناس كتيره كانت بتسالنا ازاي بتقيموا مهرجان او في الوقت ده، وازاي البلد كلها في حاله يعني تفاعل سياسي ولحظه مهمه في تاريخ مصر ولحظات مهمه يعني، وانتم مشغولين بالعروض السينمائيه. انا بقول ان ده منبر ثقافي لو اتقفل هنقعد نحزن عليه. احنا في معركه بنخوضها للحفاظ على الثقافه والفنون في هذا البلد، ولو تخلينا عن منبر زي ده يبقى احنا بنغلق ابوابه وبنطفئ انواره، وهنندم كتير على انه كل ما تذكر كلمه سينما او فنون او ثقافه، ده مكسب لصالح تنوير العقول ولصالح ان الناس تختار اختيارات حره مش اختيارات فيها او تبقى مستنيره. هذا البلد مش بالصدفه ان المصريين هم اللي رسموا الجداريات الفرعونيه وبنوا الهرم، وهم اول ناس عملوا السينما العربيه. صحيح. وهم اللي عملوا فن الروايه وفن والصحافه المصريه. طب هذا شعب يعشق الفنون، اعطى للعالم نصيب ضخم جدا من الوجدان والفكر. يبقى الشعب ده لازم معركه الحفاظ على ثقافه مصر وفنونها هي لا تقل عن الدفاع عن الديمقراطيه في البلد والتحول الديمقراطي. ويعني لا يخفى على احد، انا اول يوم اللي هو اتاجل فيه المهرجان كنت موجود في التحرير مع زمايلي، ولولا ان انا مدير تنفيذي وموجود من 9 الصبح ل 11 بالليل من قبل اول عرض وبتابع، كنت بالفعل لحقت بيهم في التحرير. يعني بشكر كل اللي بيحضر المهرجان، لكن نقدر نقول ان الحضور لا يقل عن 50%، ودي نسبه كويسه بالنسبه للظروف اللي حاصله بالذات. وفي النقاد عاليه، وكمان في اجانب. يعني لسه كان في شاب كان هنا واقف معايا من اللي هو مكتب الاستقبال في المهرجان وبيقول لي عدد اللي بيترددوا عليه فيلم، واعتقد ان هو عدد معقول جدا. امبارح مثلا كان في 3/4 حفله فيلم مصور قتيل، في حوالي 750 شخص حضروا في مسرح كبير في الاوبرا. ففي حفلات بيبقى فيها حوالي 75%، واغلب الحفلات ما بيقلش الحضور عن 50 او 45%. وده اعتقد في حد ذاته مناسب جدا ونجاح يعني. طيب في اي خبر اكسكلوسيف تحب تقوله لمشاهدي نايل السينما عن المهرجان في الايام اللي جايه؟ اي حاجه تسربها لنا كده محدش يعرفها غيرنا. الاخبار الاكسكلوسيف اللي بتتسرب لجنه التحكيم اللي بتتسرب. حضرتك المدير التنفيذي ما تخفاش عليك حاجه برضه. ما هو الحاجات دي ما بقولهاش بقى، احنا عايزين بس خبر كده بس حاجه صغيره يعني اعتقد انه في كتاب، يعني طبعا في اخبار كتيره ممكن تبقى مهمه يعني، بس خليني اقول لكم ان انا شخصيا متحمس لكتاب هيطلعوا المهرجان، وهو يعني غالبا هيطلع بكره ان شاء الله. كتاب عامله الناقد اسامه عبد الفتاح عن افلام التسامح والتعصب في العالم، اللي منها قسم من اقسام المهرجان. تمام. اعتقد ان ده حاجه مهمه قوي، ان احنا نشوف ازاي فيلم زي الرسالة بيقدم التسامح، وازاي فيلم زي وراء التلال وقلب المراقب بيقدموا التعصب، وازاي ويعني ايه الفكرتين دول محتاجين نتناقش فيهم كتير قوي 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 قوي، لان هم بيعبروا عن اللي احنا فيه النهارده. ان شاء الله يبقى الكتاب ده معانا في حلقه من الحلقات في الاستوديو التحليلي، واكيد الصبح ممكن تلاقوه في المركز الصحفي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد ان شاء الله. المخرج احمد عاطف المدير التنفيذي للمهرجان، برحب بحضرتك جدا ونورتنا ونورت الاستوديو بتاعنا. شاكرين جدا، ويعني ان شاء الله مصر هتستمر بفنونها وبشبابها الجميل اللي زيكم يعني. يا فندم جدا. شريف ايه رايك نطلع لتقرير؟ يلا بينا، تعالوا مع بعض نطلع لتقرير عن لجنه تحكيم الافلام العربيه، ونرجع مع بعض تاني في الاستوديو التحليلي لمهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال 35 عفوا. تابعونا. تضم لجنة التحكيم الدولية لمسابقة الأفلام العربية الفنان المصري محمود عبد العزيز رئيساً للجنة التحكيم، وهو أحد أهم نجوم السينما المصرية. من مصر دكتور مدحت العدل، وهو شاعر وسيناريست ومنتج سينمائي، قدم للسينما المصرية العديد من الأفلام. من الكويت الناقد عبد الستار ناجي، وهو من أهم نقاد السينما والمسرح، وهو عضو بارز في اتحاد الفنانين العرب واتحاد النقاد السينمائيين الدولي، وهو مؤسس جائزة النقاد العرب في مهرجان كان السينمائي الدولي.
من لبنان كلوديا مارشليان، وهي ممثلة وكاتبة وناقدة فنية. بدأت التأليف للدراما عام 2005 لتقدم عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية. من سوريا الممثلة كندا علوش. بدأت كندا علوش علاقتها بالفن كمساعدة إخراج ثم كمنتجة، قبل أن تتجه للتمثيل في عام 2007 من خلال فيلم قصير للمخرج حاتم علي. من اليمن المخرج مراد رفيق، الذي عمل كمخرج في المؤسسة العامة للسينما ومستشاراً لوزارة الثقافة.